السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى جاية لكم بطريقة جديدة، ولا هي مكرونة بشاميل ولا هي لازانيا، حاجة كده خيال. هنشوف. شايفين الطبقات اللي معمولة فيها؟ طبقات جميلة جدا، بس كل دي هي زي عجينة الكريب. هي عجينة هنعملها وهنشوف هتطلع ازاي. شايفين المنظر؟ انا قلت اما اجرب لكم كده. دلوقتي انا جبت كيلو من اللحمة المفرومة وحطيت عليهم بصلتين كبار مبشورين وحطيتهم على النار ونزلت عليهم بالملح والفلفل والبهارات المشكلة. انا بحط 7 بهارات، ما بزودش بهارات كتير في اللحمة المفرومة. ونزلت عليهم بكوبايتين من عصير الطماطم، وعلشان اللون ما عجبنيش جدا فحبيت احط لهم معلقة من معجون الطماطم ورقتين من اللورة. وحطيت كل ده وسبتها تستوي شوية على النار لغاية لما تشرب الصوص بتاعها. والعجينة بتاعتي جيت حطيت لتر من الحليب، وهحط عليه 3 كوبايات ونص من الدقيق وهقلبه كويس جدا. انا حطيت ال3 كوبايات وقلبت وحسيت ان هي لسه محتاجة النص. هي بالظبط لتر الدقيق بياخد 3 كوبايات ونص من المقدار الكوباية دي. وحطيت عليهم 4 معالق من الزيت، وحطيت معلقة من السكر ومعلقة من الملح، وقلبتها كويس جدا. وعلشان خفت لحسن يكون فيها اي تكتلات انا صفيتها بالمصفى وغطيتها وهسيبها ترتاح شوية، السمك بتاعها هيتقل. جيت بقى اعمل البشاميل. حطيت معلقتين من الزيت مع معلقتين من الزبدة ومعلقة من السمنة البلدي علشان الريحة شوية، وحطيت عليهم 5 معالق من الدقيق. وبدأت أقلب الدقيق في السمنة علشان يدي شوية لون. وبعد كده نزلت عليهم بكوبايتين من اللبن، وحطيت معلقة من الملح، وحطيت نص معلقة من الفلفل. ده بس البهارات اللي أنا بحطها على البشاميل. وبعدين شفت العجينة بتاعتي لما فكتها لقيتها تقلت، وبدأت سخنت المقلاية بتاعتي ودهنتها بالزيت، وبدأت أحط العجينة بتاعتي كده اهو. يعني الكبشة بتاعتي ما مليتهاش كلها، عملت نص من الكبشة عشان انا عايزاها تبقى رقيقة وخفيفة. شايفين؟ هي كده خفيفة. وبحطها لما تستوي وبقلبها على الجنب التاني. وانا بدأت احط الطبقات كلها على بعض وغطيتهم بفوطة علشان يفضلوا طريين ومفيش اي حاجة تنشف. دي كده الطبقات بتاعتي اللي انا عملتها. انا حطيتهم كلهم فوق بعض لغاية لما خلصت الكمية بتاعتي كلها. وبعد كده بدأت افرد البشاميل في الصينية من تحت، واحط بعد كده طبقات من العجينة اللي انا عملتها زي ما احنا شايفين. وهحط عليها اللحمة المفرومة، وهحط عليها افرد اللحمة المفرومة كويس جدا، وهبدأ افرد عليها كمان طبقة من البشاميل. وبعد كده هرجع تاني واحط طبقة من العجينة وطبقة من اللحمة المفرومة وطبقة من البشاميل، وهعيد كل المكونات الطبقات ديت. تقريبا عمل معايا حوالي 4 طبقات. يعني الصينية دي مش محتاجة تحطي لحمة كتير فيها لان كل الطبقات فيها لحمة مفرومة. وعلى الوش انا حطيت البشاميل كده، وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. حطيتها على فرن درجة حرارة 200، وده شكلها بعد لما طلعت. وانا بقى قطعتها، وده شكلها بعد التقطيع. فعلا حلوة جدا جدا وجميلة وطعمها جديد. يعني ولا هي مكرونة بشاميل ولا هي لازانيا. هي احلى من اللازانيا واحلى من المكرونة البشاميل. جربوها ومش هتندموا. شايفين الطراوة بتاعتها طرية جدا، وبجد عجبت كل اللي اكلوها. واللي عايز يغير فيها هيغير في مكوناتها عادي. تقدري تضيفي حاجة على اللحمة المفرومة، فلافلة خضراء، ألوان اللي انت عايزاه. وده كان شكل المكرونة بتاعتي النهاردة. باي باي.